السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ انا محتاجة منكم نصيحة ضروري جدا جدا، عشان انا تعبت من الموضوع ده خالص. وزي ما انتوا شايفين كده في الصورة، المنظر ده كده بقاله 12 سنة، وتعبت قوي من الجدار ده. غلبت اعمل فيه المستحيل، زي ما انتوا شايفين كده مش نافع معاه اي حل. وللأمانة الظروف ما تسمحش ان انا اهد الجدار ولا اعمل سيراميك او اعمل اي حاجة. انا عايزة حاجة سريعة، بحيث عشان الاولاد بيناموا على السرير، وانتوا شايفين الجدار عامل ازاي. فياريت منكم نصيحة، واتمنى منكم تدعموني، وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ده جدار الحمام، جدار الأوضة واللي وراه الحمام. فزي ما انتوا شايفين المنظر مش لطيف خالص، وانا تعبت والله ومش عارفة، والجو برد جدا، وزي ما انتوا شايفين عامل ازاي. واديني جبت البلاط اللي بيقولوا عليه ولزقته ودهنت وعملت حاجات كتير، بس مش نافع. انا عايزة حاجة تكون مش مكلفة وتنفع معايا، لان الظروف ما تسمحش ان انا اعمل حاجات مكلفة في الوقت الحالي. وان شاء الله لما ربنا ييسرها هنعمله، هنهد الحمام ونظبطه. بس انا عايزة حاجة سريعة مؤقتة دلوقتي، عشان زي ما انتوا شايفين الاولاد بيناموا على السرير، والجدار بيجيب رطوبة، ومش عارفة حل خالص. فاتمنى منكم تساعدوني وتقولوا له افكار بسيطة ومش مكلفة، عشان أنا الميزانية بصراحة ما تسمحش ان انا اعمل حاجات مكلفة. انا عارفة ان انا ممكن اهد الحمام واظبطه او اعمل سيراميك على البتاع، بس بصراحة ما اكذبش عليكم، ما معيش فلوس دلوقتي اعمله. فعايزة حاجة بسيطة كده تقولولي سريعة، يعني مؤقتة لحد ما ربنا يكرمنا ونعمل الحمام ونعمل الجدار. وشكرا لمتابعتكم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.